السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات المرحلة الثانوية والثانوية العامة 2025 2026. أنا ميس محمد رجوار أستاذ اللغة الفرنسية. طالع أتكلم معاكم في فيديو بسيط كده على التعديلات اللي تمت مع المادة اللغة التانية بشكل عام، وخلتها أشبه ما يكون مادة أساسية على الرغم إن هي لسه خارج المجموع. إيه اللي حصل؟ أول حاجة ارتفعت درجة اللغة الفرنسية، أولى ثانوي أصبحت من 100، تانية ثانوي من 40، تالت ثانوي من 40، ومطالب إن احنا نجيب 50% من المجموع. عشان تحل الامتحان وتجيب درجة كويسة صعب جدا تعتمد إن أنا هلم المادة في شهر واحد أو شهرين حتى آخر السنة، مش هتلحق توصل للي انت عايزه، لان الماده فيها شغل كتير. وطبعا بعد التعديلات دي والماده بقت درجاتها اعلى، فطبعا هيتم تغيير وضع الامتحان بشكل كبير، واحتماليه رجوع الاسئله المقاليه في الامتحان، وهيبقى طبعا في اسئله على درجتين. فانت مطالب تشتغل في الماده اكتر مما سبق، وما ينفعش تركنها لاخر السنه خالص. الكلام موجه للثلاث مراحل، اولى وثانيه وثالث ثانوي، لان اللغه الفرنسيه واللغه الثانيه ماده تراكميه بتعتمد على السنين الثلاثه، فما ينفعش تاهمل سنه وتيجي السنه اللي بعدها تقول انا مستوى ضعيف. ليه؟ لان انت اهملت من الاول. فخلينا يا جماعه نهتم بالماده ونركز فيها ونبتديها بدري ونخلصها بدري ونراجع كويس ونحل امتحانات كافيه، علشان ما تحطش نفسك في موقف زي اصحابنا السنه اللي فاتت. اكتر من 100,000 طالب شالوا اللغه الثانيه بسبب اهمالهم. احنا طبعا بنتكلم مش عاوزين حد يهمل اللغه الثانيه علشان ما ندخلش دور تاني ونفتقد فرص كتيره ونخسر حاجات كتيره، ان انت دخلت دور تاني وتكون الماده سبب ان هي تاخر لك الكليه بتاعتك. ان شاء الله التوفيق للجميع. عايزين نبتدي دلوقتي ونهتم بالماده، نبتدي بدري ونذاكر اول باول، ونتعامل مع الفرنساوي واللغه الثانيه نفس معامله المواد الاساسيه، لان هي فعلا لازم تتعامل معاها كماده اساسيه. بون شانس بور توس. كنت معاكم ميسي محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.